نص صدر فرخة و3 حبات بطاطس لو سلقتيهم هتعملي بقى منهم وصفة للغدا، إنما إيه تحفة. بس باتمنى هنا لو الفكرة عجبتكم ما تبخلوش بقى على أختكم بلايك وكمان تعليق حلو منكم. زي ما أنتم شايفين معانا بقى مَيّة مغلية هاضيف فيها نص صدر فرخة وكمان حباية من البصل، ورقتين من ورق الغار. هنضبط بقى كمية الملح، شوية من الفلفل الأسود، شوية من السبع بهارات، وكمان شوية من بهارات الفراخ. هنغطي بقى على الفراخ ونسيبها تستوي معانا 3/4 تسوية. بعد كده هنفتح على الفراخ ونضيف عليها 3 حبات من البطاطس ونغطي عليهم ونسيب بقى البطاطس لحد ما بتستوي معانا. هناخدها نصفيها، بس اهم حاجه اهرسي البطاطس ناعم على قد ما تقدري. ممكن كمان تاخدي البطاطس وتهرسيها في الكبه لو انت عايزه. وكمان بقى بالنسبه هنا للفراخ قطعيها على قد ما تقدري القطع صغيره. بصي زي ما انت شايفه كده على قد ما تقدري، يعني خليها كده ايه قطع صغيره جدا. هناخد بقى كده كميه الفراخ ونضيفها على البطاطس، وهنضيف بقى هنا عليهم كده معلقتين كبار من البقدونس، شويه كده من الفلفل الالوان، وهضيف كمان عليهم كده 3 فصوص من الثوم مهروسين، وكمان معلقه كبيره من السمسم المحمص، وكمان معلقتين كبار من الفيجيتار، وعليهم حبايتين من البيض. هضيف كده رشه من الفلفل الاسود، وهنظبط بقى هنا كميه الملح، وعليهم كمان شويه من الكركم وكمان شويه من البابريكا. وهنخلط بقى كل المكونات دي مع بعضها كويس. طبعا بعتذر جدا عن صوتي لان بصراحه عندي دور برد صعب جدا، دعواتكم بقى ليا بالشفاء. هنا بقى بعد ما خلاص خلصنا الخلطة بتاعتنا، معانا طاسة فيها زيت سخن والنار بتكون أقل من وسط. هبدأ بقى أشكل الكفتة بالمعلقة، أو تقدري تشكليها بإيدك بالطريقة التقليدية يعني اللي احنا متعودين عليها. أول لما الكفتة تاخد لون من تحت على طول بنقلبها على الناحية التانية لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه. عايزة أقول لكم ريحتها وطعمها حلوين جدا. تقدري بقى تقدميها جنب رز بسمتي، أو تقدري تقدميها جنب عيش زي سندوتشات كده. بتمنى بقى هنا لو الفكرة عجبتكم لايك بقى لاختكم، وقدموها بألف هنا، وربنا يحسن ما بين ايديكم وبألف هنا وشفا.